الإجهاد الحراري وجراحات السمنة. ايه الكلام الكبير ده يا دكتور؟ او بمعنى اصح الجو حر نار يا دكتور، نعمل ايه ونتصرف ازاي؟ كام يوم اللي فاتوا مع ارتفاع درجة الحرارة ابتدت تحصل شكوى متكررة من الحالات، انا حاسس ان انا دايخ تعبان همدان مش قادرة اعمل حاجة، انا بدوخ، انا اغمى عليا، او ان انا لما باجي بصلي وارفع نفسي مرة واحدة بحس بدوخة شديدة، وده كله نتيجة نقص الهيدريشن او نقص المية داخل جسمنا، او ان احنا داخلين على جفاف وبتبتدي تظهر معانا بغمقان كمان في لون البول. طيب هنعمل ايه ونتصرف ازاي مع جراحات السمنه؟ فكره شرب الميه بكميات كبيره زي ما كنا بنعمل زمان دي من التحديات، بس احنا هنتغلب عليها ان احنا نشرب سبس او رشفات بسيطه على مدار اليوم. بليز بلاش ميه ساقعه متلجه، بلاش الميه المشبره، احنا هنشرب ميه بارده مش ساقعه ومش سخنه. تاني حاجه لازم اخد بالي منها ان ممنوع تماما ان انا اشرب مياه غازيه او المشروبات ذات السكر المضاف. طب هعمل ايه وهتصرف ازاي؟ تيجي نلعب لعبه حلوه ان احنا نقدم لنفسنا عصير فريش فاكهه طبيعي، ويا سلام بقى لو نحط عليه لبن خالي الدسم، ويا سلام لو زودنا كمان معلقتين او 3 زبادي يوناني، كده انا عملت زبادو، يعني اديت لنفسي عصير فريش مليان فيتامينات ومعادن وفي بروتين. وده التحدي التاني اللي بيواجهنا مع حالات جراحات السمنه. ممكن كمان اعمله في زبادي، ان انا احط فاكهه تتقطع مع الزبادي وتتحط في القوالب بتاعه الايس كريم اللي موجوده في كتير من محلات المستلزمات بتاعه المطبخ. وما ننساش كمان الخضروات الجميله اللي مليانه الياف وفيتامينات ومعادن وكمان ميه زي الكابوتشي والخس البلدي والخيار. واخر حاجه بقى عايزه اقولها لكم، لو هنمارس الرياضه بتاعتنا او هنتمشى لازم تكون بعد الفجر او بعد المغرب، بحيث ان احنا ما نمشيش في درجه حراره عاليه. وربنا يطمنا دايما عليكم ودمتم في صحه.